يا صباح الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد. بص بقى، الفيديو كله تشجيع وكله حماس وكله كده، يعني طاقة إيجابية إن شاء الله هديهالك. وتعالي بقى أقولك على السر الخطير الفظيع، السر اللي محدش هيقولك عليه غيري. حطي لايك كده للفيديو، لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي بقى تحطي كده لايك للفيديو ده، وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل الفيديوهات إن شاء الله تشوفيها أول بأول. وتعالي بقى أقولك على السر الخطير الفظيع اللي محدش هيقولك عليه غيري. نسمي الله كده ونبدأ الفيديو بتاعنا. بصي يا ست الكل، هتعملي ايه؟ انا بعد حلول كتير، يعني عندي، بصوا انا يعني جربت حاجات كتير، يعني بعد كذا حل كده توصلت له، بس برضو ما طلعش حل في الاخر. هو طلع يعني ايه حل بس مش نافع معايا، يعني هو انا وصلت لحلول كتير بس مش كلهم نفعوا معايا، هو حل واحد بس اللي نفع معايا. وصراحة حل خطير خطير، يعني في شغل البيت، وفي المواعين وفي حاجات كتير هقولك عليها دلوقتي. نبتدي كده حاجة حاجة عشان ما تتوهوش مني. أول حاجة، لما بنام واسيب المطبخ حيث لايص في بعضه كده، بقوم الصبح بكون يعني وانا واقفة على باب المطبخ كده بكون عايزة اعيط كده، يا اما اصوت كده والم الناس عليا. فما بحبش اعمل كده بصراحة. فبعمل ايه؟ بقوم جاية كده، آه، بدخل على المواعين بقلب جامد. اول حاجه تعمليها عشان تخشي على المواعين، تقومي جايه عامله ايه؟ تقومي جايه مشغله السخان. اول حاجه، يعني اول حاجه السخان، لازم تشغلي السخان ميه سخنه، هتلاقي نفسك دخلتي على المواعين بقى بقلب جامد. ما الميه سخنه معاكي فالدنيا تمام. تمام كده تمام. بعد كده بقى انت بتعملي بوتاجازك، بتعملي المطبخ بقى، وهتكنسي شوية مية كده برضو عشان ما تجيش على نفسك في السقعة دي. شوية مية ومعطر او اي حاجة عندك بقى تدي ريحة حلوة كده. لو عندك فينيك حطي عادي، الفينيك تمام برضو. شوية كلور، المهم اي حاجة كده تحطيها مع المية عشان تديكي ريحة. ولو زي ما قلت لكم فينيك مفيش مشكلة عادي برضو، هو بيدي ريحة حلوة برضو. المهم اي حاجه تحطيها مع الميه، وتقومي جايبه كده كوبايه كده، وترشي شويه ميه في الارض وبالشرشوبه وتلمعي كده. مش شرط يعني تغرقي الدنيا ميه، يعني احنا على فكره احنا نضاف وزي الفل، بس يعني مش لازم نيجي على نفسنا في الساعه دي. شويه ميه كده وتنضفي، تلمعي كده المطبخ هيبقى زي الفل معاكي. تفرشي سجادتك وتخشي تنين. ده كده يوم، انا اديتك يوم يعني. طبعا بعد ما غسلتي البوتاجاز، ما هو البوتاجاز عشان ايدك فيه على طول، هتلاقيه طبعا الموضوع سهل بالنسبه لك اهو. شايفين بوتاجازي؟ هو ما كانش عليه اي حاجه غير بس شويه حاجات بسيطه كده، يعني حاجات بسيطه. فبرضه هديله وش كده علشان خاطر ما يزهقنيش بعد كده، يعني انا بوفر على نفسي. بالنسبه للعيون بتاعه البوتاجاز دي، عشان بس ما حدش يقول لي العيون عامله كده ليه، انا عايزه اقول هي كده ما بتنضفش، او هي خلاص خدت اللون ده اصلا، يعني فاهمني؟ مش اللي هي ما بتنضفش، ان هي مش نظيفه، هي واخده اللون ده اصلا، هي لونها كده. هي نفس اللون ده كده زي ما انتم شايفين. خلاص بقى، انا عملت معاها خلطات كتير وحاجات كتير، هو اللون ده مفيش غير كده. فمش معنى كده ان انا ما بغسلش بوتاجازي، لا احنا نضافه زي الفل. احنا طبعا مش بندهن من بره كده زي ما بيقولوا كده، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. لا طبعا، زي ما نضفنا من بره اكيد هننضف من جوه. عايزه اقول لكم انا منضفه البوتاجاز ده من جوه، وشايله الازاز بتاعه وغسلاه، فكيت الازاز وغسلته. فانا زي ما هنضف من بره اكيد طبعا بنضف من جوه، فدي حاجتي يعني. والله زي ما انتم شايفين العيون فعلا مش عايزه تنضف معايا، وانا جربت ليها خلطات يعني بما فيه الكفايه زي ما بيقولوا، وهي ما فيش اي حلول ليها. فمحدش يقول لي العيون بتاعت البوتاجاز عامله كده ليه، يعني ما تتصدموش، تعايشوا مع الموقف. المهم بقى اقول لكم بقى على اللي انا بعمله، الحاجات التانية اللي انا بعملها. ما احنا بنتعلم من بعض، انتي بتتعلمي مني وانا بتعلم منك، وكلنا بنتعلم من بعض. مفيش حد يعني اتولد من بطن امه كده متعلم كل حاجه، لا احنا انتي بتتعلمي مني وانا بتعلم منك، وكلنا بنتعلم من بعض يعني. اللهم صل على النبي. هقول لكم بقى، في ناس بيبقى عندها غرفه معيشه، يعني بياكلوا بيشربوا قاعدين فيها. وفي ناس زي حالاتي كده، انا ما عنديش اوضه معيشه ان احنا نقعد وناكل ونشرب فيها، لا انا ما عنديش كده، احنا قاعدين
يعني بصوا اللي هو انا عندي ريسبشن كبير وعندي صالة تانية او صالون. الصالون ده ما بنقعدش فيه، في حد لما اي ضيف بيجي بيقعد فيه، اما الريسبشن احنا اللي قاعدين فيه، فهو على طول بايظ. طب انا اعمل ايه؟ بس انا ما اقولكوا على شوية اللبن دول، عشان شوية اللبن دول زهقوني. هي كانت كوباية واحدة المفروض، بس يعني العيال كانوا عايزين يشربوا فقسمتهم كده على كوبايتين صغيرين. المهم، آه احنا بنقعد في الريسبشن فبيبقى بايظ طول الوقت. طب اعمل ايه؟ انا بصوا توصلت الحلول. انا مش عايزه اقول لكم، انا كنت بقعد كده مع نفسي افكر ازاي يفضل نظيف ازاي. عملت ايه بقى؟ من بعد الساعه 12 بالليل العيال بتدخل تنام، مثلا لو ناموا الساعه 10 11 12. بصوا عايزه اقول لكم ان انا اليوم ده كنت هعمل كبده، وكنت هعمل مكرونه. يعني طبعا كلنا عارفين الكبده بتتعمل ازاي، والمكرونه ودي كبده متلجه عادي خالص، كلنا بنجيبها، مش شرط اروح اجيب كبده بلدي يعني. انا كنت مضطره الكبده البلدي دي عشان اروح اجيبها لازم اقوم لها الساعه 6:30 ولا 7 الصبح، فما كانش في الامكان ان انا اقوم اجيب الكبده البلدي. فعادي كبده متلجه عادي، مفيش اي مشكله. اللهم صل على النبي. اعمل ايه بقى في الريسبشن ما بنضفش وطول الوقت معفن، وكلنا بيجي علينا وقت ان احنا بيوتنا بتبقى مش نظيفه. آه واللي يقول غير كده يبقى كداب. يعني انت لو هتقولي لي غير كده ان انت لا شقتك طول الوقت نظيفه، لا كدابه. او ممكن ما تكونيش كدابه، ممكن عروسه جديده. لكن بيت فيه 3 اطفال وكده هيفضل نظيف؟ اكيد لا يعني. وانتوا عارفين البيوت اللي بيبقى فيها اطفال ما بتفضلش نظيفه على طول. فانا اعمل ايه بقى؟ بعد ما بيدخلوا ناموا بقوم جايه ماسكه الريسبشن كنساه ومسحاه الساعة 12 بالليل. ها، الساعة 12 بالليل كنساه ومسحاه. يا اما لو ما عملتش كده برتبه الترتيب العادي خالص. المهم يعني ان انت ما تسيبيش المكان اللي انت كنت قاعده فيه، ما تسيبهوش مش نظيف، رتبيه وظبطيه بالليل. هتقومي الصبح مش هتلاقي نفسك اصلا، مش هتلاقي نفسك ان انت هتشتغلي وهتهلكي نفسك وهتضيعي يومك في الشغل. لا، هتلاقي نفسك داخله المطبخ بتحضري فطار عادي. المطبخ طبعا مترتب، انت مرتباه من بالليل ومنظفاه من بالليل، مواعين مغسوله وبوتاجاز مغسول وكل حاجه نظيفه. فهتلاقي نفسك كده قايمه الصبح مودك حلو. لو جالك مشوار فجأة كده، وبيحصل على فكرة وحصل معايا كتير، يجيلك مشوار فجأة ان انت لازم تنزلي دلوقتي تجيبي حاجة ضروري، لازم تنزلي تشتري حاجة، تعملي حاجة، لازم مثلا تنزلي دلوقتي ضروري. فبيبقى كل حاجة مترتبة وبتبقى كل حاجة زي الفل، وبتلاقي نفسك عندك وقت تعملي حاجات كتير، عندك وقت تقعدي حتى في البلكونة تتشمسي. هتلاقي نفسك طول اليوم انت مودك جميل جدا جدا. يا سلام بقى مع فنجان قهوة، فهتلاقي الموضوع فرق واختلف. وطبعا انا بقول لك كده يعني عن تجربة، يعني انا يعني جربت الموضوع ده صراحة حلو قوي. وغير كده انا من الشخصيات اللي ما بحبش اشتغل بالنهار. يعني انا من الشخصيات كده اللي بقوم الصبح ما بحبش اقعد انكد في البيت واكنس وامسح. لا، انا مش من الشخصيات دي، انا اكنس وامسح بالليل. بالنهار انا مش من الناس دي. ساعات في الصيف بقى، في الصيف احنا لو في الصيف هنحكي في ان احنا ايوه لازم نقوم الصبح اصلا بيبقى الجو حر، هتقومي تكنسي تمسحي كده يعني. ده في الصيف احنا بنحب نبلبط كتير في المية. اما في الشتاء في الجو اللي احنا فيه ده ما احبش بصراحة ان انا اقوم كده اقعد اكنس وامسح واعمل. لا، اعمل بالليل. مش عارفة ايه السر في ان انا في الشتاء لازم يعني اظبط حالي كده بالليل، اكنس امسح اعمل اي حاجة بالليل. اما بالنهار لا، ما احبش اعمل كده. بالنهار بقى احب ان انا افضل قاعدة في البلكونة. عارفين انتوا اللي هو قاعدة كده مزاجي عالي كده، ما ورايش حاجة، بذاكر للعيال. ممكن بقى اطبق دولاب بالنهار، بقى اطبق دولاب. وخصوصا انا برضو من الشخصيات اللي ما بحبش اطبق هدوم. ف بالنهار بصراحة تطبيق الدواليب، تغيري ملايات، الحاجات دي. لكن اكنس وامسح لا، مستحيل، ما تلاقونيش في الحتة دي. المهم ان احنا هنا بقى بصوا عملت مكرونة قلم. المفروض ان انا كنت قلت لابني ما تجيبش مكرونة قلم، قلت له هات مكرونة من اللي هي الصغيرة دي. عارفين المكرونة الصغيرة؟ ما بحبش المكرونة دي اصلا، ما بحبش اكلها بالصلصة. اكلها بشاميل بس، لكن اكلها كده مش بحبها بصراحة يعني، مش قد كده فيها. لكن المكرونة اللي هي الصغيرة دي جميلة، بتبقى جميلة مع الكبدة. فصراحة ما كانش عندي،
يعني ولا كان عندي دي ولا دي، فانا لما قلت له تجيب جاب مكرونه قلم، فعادي بقى، مش هتقول لا، هنعملها برضو وهناكلها وعادي. وادي الكبده عملناها وبس. هو ده الغدا اللي المفروض ان احنا هناكله. وسبت كده شويه صغيرين لبنتي كانت في الدرس، فبس كده. كده الفيديو خلص، اشوفكم على الف خير، السلام عليكم.